فأقول يا أخي الكريم، أنا أثناء حرب الخليج سنة 90، حرب الخليج الأولى، جاء الأمريكان وأحلافهم إلى المنطقة العربية مستعلين بعددهم وعدتهم، 500,000 جندي بآلة عسكرية لم تستخدم من قبل على الإطلاق. وكنت وقتها أعمل أستاذا في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران، ونزلوا في المطار، والمطار كان مفصولا عن الجامعة بسلك شائك، فكان لابد أن نلقاهم. وسمعت والله بأذني يعني هاتين قيادتهم يقولون: هذا البلد الذي يحرم بناء الكنائس ويمنع نشاط التنصير ويحول دون خروج المرأة سافرة إلى الشارع سنجبره على ذلك بالقوة. الله أكبر. كنا نقول أن هؤلاء الأمريكان جاءوا إلى المنطقة مستعلين بعددهم وعدتهم، وكانوا يقودون السيارات بدون لوحات، وتحدث حوادث ولا يستطيع أحد أن يحاسبهم عليها. نعم. كانوا يدخلون المساجد بالقوة، بقوة السلاح، يعني بعض النساء حتى بغير زي يعني مناسب لدخول مكان للعبادة. فجاءنا الطلبة يعني مستائين استياء شديد، وقالوا: نحن نريد أن نقاتل هؤلاء الناس. بأي أسلحة تقاتلونهم؟ هؤلاء دخلوا بإمرة حكومتكم، وأي تعرض لهم يضعكم تحت طائلة القانون. قالوا: نضطرهم إلى أضيق الطريق. طب هم يركبون سيارات مصفحة ودبابات وأنتم سياراتكم مدنية، من الذي سيغلب؟ قالوا: يعني نتفرج عليهم. قلت: لا تتفرج عليهم. يعني نضطرهم إلى أضيق الطريق، هذا جزء من حديث نبوي. يعني هذا ربما يكون له تفصيل. نعم. فقلت لهم: ادعوهم للإسلام، فضحكوا. ندعو من؟ قلت لهم: يعني ابحثوا عن أحد ضباط الاتصال الذين يتعاملون معهم، وكلفوه أن يسألهم هل يحبوا أن يسمعوا شيئا عن حضارة هذه البلاد. قلت: لا تقولوا الإسلام بطريقة مباشرة حتى لا يرفضون. فرحبوا، لأنهم كانوا جالسين في حالة من حالات الاستياء النفسي الشديد لانعدام كل وسائل الترفيه التي يتعودوا عليها يعني. فرحبوا. ذهبنا إليهم أنا وغيري من أساتذة الجامعة وبعض الإخوة من أرامكو ومن سكيكو ممن يجيدون الحديث عن الإسلام باللغة الإنجليزية. في خلال 3 شهور أسلم أكثر من 20,000 شخص، من لواءات إلى جنود، ومن بيض إلى سود، ومن رجال إلى نساء، والله. وكان كل واحد فيهم يسلم يقول: ما ذنب أبي وأمي أن يموت على الكفر، لأنكم كسالى لم تأتوا إلينا تبلغون بهذا الدين، وكان يجب علينا أن نغزوكم في عقر داركم حتى نسمع عن الإسلام. وهي جملة والله سمعتها في أماكن كثيرة متفرقة، ليس فقط في هذا المكان. يعني شيء من هذه الحوارات فضيلة الدكتور. نعم. هم يسألون طبعا يعني عن فضل الإسلام على غيره من المعتقدات، فضل القرآن على غيره من الكتب. يعني ايه المبررات تجعلكم تقولوا ان القرآن افضل من الكتاب المقدس الموجود بين ايدينا؟ نشرح لهم ذلك. فضل الاسلام على يعني الديانات المتاحة في العالم الان. فكرته عن الاسلام فكرة محرفة تماما، يعني انه دين متخلف وانه دين رجعي. كنا نحكي لهم كيف ان الاسلام استطاع ان يقيم اعظم حضارة في تاريخ البشرية، والحضارة الوحيدة التي استمرت لأكثر من 10 قرون كاملة، وهي تجمع بين الدنيا والآخرة في معادلة واحدة. وأعطيناهم نماذج من إسهامات الحضارة الإسلامية في وضع القواعد الأساسية للنهضة العلمية والتقنية المعاصرة. يسألون عن المرأة في الإسلام، وكانوا طبعا يتخيلون أن الإسلام قهر المرأة وأذلها، ويتضح أن الإسلام هو أعظم نظام اجتماعي وديني أعطى المرأة حقوقها. يعني ماذا عن الجانب العلمي؟ هل كان هناك أسئلة مباشرة لك حول الإعجاز العلمي؟ لا، يعني لم تكن أسئلة من القطاع العام منهم، لا. أغلب الأسئلة من القطاع العام كانت أسئلة دينية أو اجتماعية. نعم. عن المرأة في الإسلام، عن تعدد الزوجات، عن منع الخمور، عن منع أكل لحم الخنزير، كهذا. نعم. وطبعا أنا سافرت إلى أمريكا بعد إسلام هذا العدد الكبير من الناس، لأن كانت القيادة بتاعتهم كل من يسلم يرحلوه إلى ألمانيا ثم يرجعوا إلى أمريكا. فحاولنا أن نربطهم بالمراكز الإسلامية، فسافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ولدينا أسمائهم وعناوينهم وتليفوناتهم، لأن بعض المشككين يقولون هذا العدد 20,000، يعني هو أكثر من 20,000 حقيقة. يعني ما شاء الله. يعني لا والله لدينا إحصائية بأسمائهم وعناوينهم وتليفوناتهم، وأنا زرت أغلبهم. يعني سافرت إلى أمريكا وزرت أغلبهم. ما في واحد فيهم إلى وقتها المركز الذي يتبعه، المركز الإسلامي الذي يتبعه، بنفر أو أكثر ممن أسلم على يديه بسماع قصته. لدرجة أن يعني الجيش الأمريكي الآن
ومن فترة يعني سمح بتعيين أئمة من المسلمين لكثرة الذين أسلموا في صف جنوده وضباطه، يسمح بصلاة الجمعة، بوجبة الطعام الإسلامية، بصوم رمضان، بحج البيت. ويأتي سنويا حوالي 50 عائلة لأداء فريضة الحج، وأكرمني ربي بالحج معهم عدة مرات، وكنت أعجب للتحول الشديد في سلوكهم. يعني تسمعهم يلبون، والله كنت أقول سبحان الذي أنطقهم هذه اللغة. يؤذنون ويقيمون، أقول سبحان الذي علمكم هذه اللغة. وتلحظ التغير الهائل في سلوكياتهم بعد أن يسلموا. والله كانوا يصرون على أن، يعني بعضهم شباب صغير في السن يعني، ويأتون للحج بزوجاتهم، والزوجات صغيرات في السن أيضا، ويصرون على أن يذهبوا بزوجاتهم إلى الجمرات. قل لهم ما في داعي، يعني خلي زوجتك توكلك، يعني نعم. أنت تلقي عنها. قال لا، أنا لا أضمن أن أحج مرة أخرى، وأريد أن أؤدي الحج كما أداه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأنا في جولتي في أمريكا دعيت لخطبة الجمعة في مسجد اسمه دار الهجرة في واشنطن دي سي، وأنا على المنبر رأيت لواء بحري أمريكي يصلي في صفوف المصلين المسلمين بزيه الرسمي، فما دخلني شك أنه كان في الخليج. بعد الصلاة جاء ليسلم علي، سألته هل كنت في الخليج؟ قال لا، ابني كان في الخليج ونقل إلينا الإسلام. الله أكبر. يعني بيدنا سلاح عظيم لو أحسننا توظيفه، وهو سلاح الدعوة إلى الله بالكلمة الطيبة والحجة الواضحة والمنطق السوي. والله سيفتح الله علينا الدنيا من أطرافها، وتتحقق نبوءة المصطفى صلى الله عليه وسلم التي وعد بأن الإسلام سيدخل كل بيت إن شاء الله.